اللي حصل لنور في المقبرة المهجورة. في يوم من الأيام كان في بنت اسمها نور، كانت شجاعة جدا وما بتخافش من حاجة. كانت بتحب المغامرات ودايما بتحب تروح الأماكن المهجورة علشان تشوف قصصها وتكتشف أسرارها. في يوم سمعت عن مقبرة مهجورة موجودة في أطراف المدينة. الكل كان بيقول إنها مقبرة قديمة جدا ومفيش حد يقدر يروحها علشان المكان ملئ بالأرواح الشريرة. لكن نور ما كانتش زي أي حد، قررت تروح تشوف المقبرة بنفسها رغم التحذيرات الكتير اللي جاتها من أصحابها. راحت في يوم مشمس، جابت معاها كاميرا علشان توثق كل حاجة. الطريق كان مهدم والشوارع شبه مقفولة، بس نور ما كملتش. وصلت للمقبرة وكان الجو هادي، مفيش صوت غير الرياح اللي بتتسحب بين الأشجار. نور دخلت المقبرة بحذر وهي حاسة بشيء غريب في الجو. كان في قبور قديمة جدا، بعضها متهجم وبعضها لسه محتفظ بالشواهد بتاعتها. كان في قبر واحد في زاوية المقبرة شكله غريب، كان مغطي بحشائش كثيفة كأنها بتخبي حاجة جواها. نور قررت تروح ناحية القبر ده. قلبها كان بيدق بسرعة، بس فضلت ماشية علشان تشوف إيه اللي ممكن تكتشفه. وصلت للقبر وبدأت تحس بشيء مش طبيعي. فجأة حست إن الأرض تحتها بدأت تتحرك زي لو كانت بتغرق فيها. كانت الأرض بتتصدع وتهتز، ونور حاولت تركز عشان تفهم إيه اللي بيحصل. ساعتها بدأت تشوف خيالات غريبة حوالين القبر. كان في صور لناس ميتة ووجوه مش واضحة بتظهر وتختفي في ضوء الشمس الضعيف. نور لما قربت أكتر فجأة القبر اللي قدامها اتفتح لوحده وظهر منه دخان أسود. ريحته كانت كريهة لدرجة إنها شعرت بغثيان. وبصت جوه القبر، شافت حاجات مش ممكن تصدقها. كان في أجساد مدفونة، لكن مش أموات، لأ، كانوا شبه الأحياء، بس عيونهم مش طبيعية ومفيش منهم حد كان بيتكلم. نور جمدت في مكانها مش عارفة تعمل إيه، قلبها كان هيطلع من صدرها. لقيت نفسها في دوامة من الأصوات الغريبة، زي همسات بيقولوا العبوا معانا. كانت الأصوات جاية من كل ناحية، وفجأة حست بحاجة ثقيلة على صدرها زي شيطان بيضغط عليها، وكان في حاجة بتسحبها جوه القبر. حاولت تهرب، جريت بسرعة، لكن كل ما جريت كل ما الجو حواليها بقى أكتر ضلمة وموحش. وكل ما كانت تفتح عينيها كانت تشوف أشياء غريبة تيجي ناحيتها، زي كائنات صغيرة مش بشر، كانوا بيتحركوا بسرعة وكانوا بيضحكوا بشكل مش طبيعي. وصلت نور في النهاية للباب الحديدي اللي على المدخل، وخرجت بره المقبرة بتتسابق مع نفسها علشان تخرج. لكن قبل ما تخرج لفت عينيها في المكان وشافت آخر حاجة ممكن تشوفها في حياتها. لقت واحد من الأموات اللي كانوا في القبر بيقف قدامها، وعيونه الحمرة كانت بتلمع زي ما كان بيقول لها ما تروحيش. نور ركضت بره المقبرة زي المجنونة، وكانت مش عارفة إيه اللي حصل لها ولا إزاي هربت. لما رجعت للبيت حست إن في حاجة مش تمام. لما بصت في المراية لقت في وشها علامات زي جروح مش واضحة، وكأنها اتحفرت في جلدها بطريقة غريبة. من يومها نور ما كانتش قادرة تخرج من البيت ولا تروح مكان لوحدها، وكل ما فكرت في المقبرة حست بشيء غريب بيتبعها، زي خطوات بتتبعها في كل مكان تروح ليه. ولسه لحد دلوقتي محدش عارف إذا كانت نور هربت فعلا من المقبرة ولا كانت هي واحدة من الأرواح اللي فيها. نهاية القصة.